تعادل بطعم الهزيمة للنادي الأهلي مع بيراميدز النهاردة. مباراة من أمتع مباريات في الموسم ده، لكن للأسف الشديد الأهلي باع نفسه تماما في الشوط الأول، وده خلى بيراميدز يطمع في الأهلي وجاب جونين. مش هتكلم هنا عن ضربة الجزاء ولا هتكلم عن أي حاجة، لكن الفكرة إن الأهلي النهاردة برضه في المباراة النهاردة برضه فيها شيء من الغموض. في ناس النهارده كانت اولى انها تبدا من الاول، زي مثلا مجدي قفشه. ما تستناش للدقيقه 65 و70 وتنزله. مجدي قفشه كان المفروض ينزل من بدري. طيب كمان انت شايف اكرم توفيق، كلنا نادينا وقلنا ان اكرم توفيق خلاص راجل بره النادي الاهلي مش هيفيدك، برضه مصر وبتلعبه. اكرم توفيق النتيجه ان الشوط الاول نص الملعب مفيش، مروان عطية كان بيلعب لوحده. بدأ أكرم خلاص تركيزه مش في الكورة ولا اللعب مع الأهلي، يبقى كان من باب أولى يبقى في حد مكانه. لكن المفاجأة النهاردة لاعب النادي الأهلي الجديد السولفيني النهاردة ما شاء الله جون، وكمان عمل ضربة جزاء. مبشرات بالخير. صحيح مش هنقدر نحكم عليه من أول ماتش، لكن في كده حاجة بتبقى مبشرة، ممكن حاجة كده تبشرك من أول مرة إن هو يبقى لاعب كبير في النادي الأهلي. لكن المهم وفي الأهم. المهم إن النادي الأهلي النهاردة اتعلم إن النادي الأهلي النهاردة ضيع نقطتين كانوا مهمين جدا ليه في بطولة الدوري. أي نقطة بتفرط فيها خصوصا مع بيراميدز المنافس الرئيسي ليك. طيب بيراميدز لا قدر الله لو كان كسب النهارده كان كانه كسب 8 نقط. اولا هو فوق الاهلي بنقطتين والماتش ده ب6 نقط، يبقى كان هيبقى 8. فعشان كده بنقول قدر الله وما شاء فعل ان الماتش انتهى تعادل. الاهلي نسبة استحواذ 62% بلا فعالية. ايه النتيجة؟ النتيجة التعادل. صحيح كنا نتمنى الفوز، لكن على الاقل خرجنا بنقطه. نتمنى بقى بعد الصفقات الجديده مارسيل كولر يلملم اوراقه، يراجع حساباته مره تانية، يبدا ينزل التشكيل الصح. مصطفى العش ده لاعب الكل اتكلم عنه. ممكن مصطفى العش بيلعب سيرد باك. كمان اللاعب اللي انت جبته من بتروجيت النهارده احمد بيلعب رقم